مساء الخير أصدقائي. لغة القطط عالم ثاني، وتراهم يعتمدون على لغة الجسد أكثر من الصوت. تخيل إن المياو هذه نغمة سووها خصيصاً عشان يمشون كلامهم علينا إحنا البشر. أما بينهم وبين بعض نادراً ما يستخدمونها. أهم شيء لازم تركز عليه هو الذيل. إذا شفته مرفوع فوق يعني الأمور طيبة والوضع تمام، بس لو شفته يهز بقوة يمين ويسار يعني مقفلة معاه ومعصب، عكس الكلاب تماماً. والعيون فيها كلام كثير. لو قطك يطالع فيك ورمش بشويش، هذه أصدق كلمة أحبك عندهم، وعشان ترد التحية ارمش له بشويش كذا أنت تقوله وأنا بعد أحبك. وحركة إنه ينسدح ويوريك كرشة، انتبه تراه فخ، هو يقول لك أنا مرتاح معك بس لا تلمس الكرش. أغلب القطاوة يكرهون لمس البطن ويعتبرونها منطقة محظورة، لو لمستها ممكن يعضك. امسح على راسه أو تحت دقنه أضمن لك. تبي تسلم على قط جديد؟ لا تهجم عليه بيدك كاملة، مد له إصبعك السبابة بشويش وخليه يشمه، هذه مصافحتهم. لا تبحلك فيه، لا تطالع في عيونه مفتوحة وتطول، تراهم يعتبرونها تحدي ومضاربة. استعمل نظرات هادية أو جانبية. إذا قطك سوى هذا الصوت لا تعانده وتقرب، هو يقول لك أنا خايف لا تقرب، اتركه لين يروق لحاله. افهم طبعهم، ترتاح وتريحهم.